السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة سوا هنعمل مع بعض محشي البتنجان. أول حاجة هنجيب حلة على النار، هنضيف فيها معلقتين سمنة كبار. بعد كده هننزل باتنين بصلة كبيرة متقطعة. هنقلب البصلة على النار شوية لحد ما تدبل، مش لحد ما يغير لونها، يا دوبك بس البصلة تدبل. زي كده البصلة دبلت، ده شكلها. هنضيف مكعب مرق الدجاج، هندوبه كويس جدا في البصل واتأكد ان هو داب. حاول اكسره كده بالمعلقة. ولما اتأكد ان مكعب المرقة داب، هنزل بنص كيلو طماطم معصورة ومضروبة في الخلاط. هقلب تاني البصل مع الطماطم. هننزل بالتوابل بتاعتنا، معلقة صغيرة من كل حاجة: ملح، بودرة بصل، كزبرة، بابريكا، فلفل اسود، وكمون. وطبعا اللي حابب يحط شطة يحط شطة. هنقلب التوابل بتاعتنا في الصلصة. بعد كده هنجيب حوالي معلقة كبيرة نعناع جاف، هفركه في ايدي. النعناع بيخلي طعم المحشي مميز جدا. هقلبه كله في الصلصة، وبعد كده هنسيبها لحد ما تغلي وتتسبك على النار براحتها. هنا بعد ما الصلصة اتسبكت، هنجيب حوالي كوباية رز مغسول مصري، مغسول نضيف ومتصفي. هننزل بالصلصة بتاعتنا بعد ما اتسبكت. انا هنا بنزل بشوف المقدار مظبوط ولا لا، ولا عايزة صلصة زيادة، بنزل بشوية كمان. بعد كده بنزل بالخضرة بتاعتنا: بقدونس وكزبرة وشبت. برضو هحط على قد الكمية. اللي بيتبقى كله بيتحط في كيس في الفريزر، ما بيجرالوش اي حاجة. الخضرة بتبقى زي ما هي في الفريزر، وبنستخدمها وهي مجمدة، ما بنسيبهاش تفك بره. حتى صلصة المحشي انا برضو لو زيادة عندي بشيلها كيس في الفريزر. هضيف شوية خضرة تاني. بعد كده هنحشي البتنجانة. انا هوريكم شكل البتنجان لما بيتحشي. البتنجان ده حجمه صغير، كوباية الرز تكفيه. لو بتنجان اكبر من كده وسط، حط كوباية ونص رز، عشان البتنجان الصغير مش بياخد رز كتير. بتأكد ان الرز نزل لتحت في الصباع. بنحشي، مش بنخلي البتنجانية مكبوسة،
بنسيب فيها شوية هوا، تبقى مهوية عشان خاطر الرز ما يعجنش جواها ويطلع بره. اهي بص شايفين، بسيب شوية من عند البوز فاضي، بتتك عليها كده بتروح وتيجي، مش بتكبسيها على الاخر. تاني هنحشي واحدة تانية. اهم حاجة ما تكبسوش البتنجان، عشان مش كل الرز اللي جواها خلي البتنجانة تفرقع او كله يطلع بره ويبهدل الحلة. بنزل الرز في قلب البتنجانية تحت بصباعي، شايفين؟ انت لما تضغطي عليها كده وتلاقيها لو في زيادة هيطلع، شايفة؟ وبنشيل شوية من على البوز فاضي. بالطريقة دي المحشي مش هيطلع أبدا الرز بره. بنوقف المحشي البتنجان في الحلة كده زي ما انتوا شايفين، بوقفه كله. كان عندي 2 كوسة و2 قرن فلفل حطيتهم مع الحلة. بنزل شوربة مغلية، بصفيها الأول من البصل اللي فيها. ده بصل. بغطي البتنجان بالشوربة بالمنظر ده. دي كمية المية الشوربة اللي بتتحط على البتنجان. هنا الشوربة غليت في البتنجان، بنغطي عليها وبنسيبها تستوي حوالي نص ساعة. هنا بعد ما البتنجان استوى، شايفين مفيش رز طلع بره البتنجان؟ شايفين الرز آخره فين؟ جميل جدا. جربوا